بما إن النهارده مباراة اعتزال الأسطورة جيرارد بيكيه من فريق برشلونة، وأنا هنا لما بقول أسطورة فأنا مش بترول ولا بقلس. جيرارد بيكيه فعلا واحد من أساطير نادي برشلونة، لا يقل شأنا إطلاقا عن الأساطير التانيين أبناء جيله، واحد زي جوردي ألبا، واحد زي بوسكيتس، انيستا، تشافي، وكل الناس دي. أما بقى حتة إن اللعيب يقرر إمتى يعتزل وإمتى لأ، وحتة سوء وتدني المستوى في نهاية مسيرته، فدي بيتعرض ليها أنواع كتيرة جدا من اللعيبة، لأن مش كل لاعب بيعرف يقول امتى لا خلاص كفايه انا كده خلصت كوره. فانا النهارده قلت استغل اليوم ده، بما ان الناس كلها مسمياه ان هو يوم برشلونه، وده بسبب ان بيكيه هيعتزل فيه، فكل الاضواء هتبقى على نادي برشلونه. فقلت اتكلم شويه عن تشافي اللي تقريبا قرب يتم السنه لو ما كانش تمها مسيطر او على راس فريق برشلونه. له ما له وعليه ما عليه. النهارده هنتكلم عن ايه الانجازات اللي قدمها تشافي، او تشافي عمل ايه من ساعه ما وصل برشلونه. لو هنتكلم كده باختصار على انجازات تشافي، فهنلاقي ان تشافي اتعين على راس الجهاز الفني لفريق برشلونه يوم 8/11/2021، يعني فاضل له يومين من ميعاد تصوير الحلقه ويبقى اتم السنه. ايه اللي تشافي حققه خلال السنه دي؟ ما حققش اي حاجه كبطولات، ما قدرش يحصل غير على ان هو يبقى تاني الدوري الاسباني الموسم اللي فات. طب هل احنا شايفين ان الفريق اتحسن مع تشافي؟ هل تشافي بيوقع الفريق؟ هل تشافي اصلا مناسب لقياده المرحله دي بالنسبه لفريق زي برشلونه؟ هقول لك مثلا حاجه. تشافي لما جه الموسم اللي فات كان في ماتش حاسم جدا 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 في دوري الابطال، وهو الماتش الاخير في المجموعه كان بين برشلونه وبنفيكا. لو كانت برشلونه كسبت كانت صعدت كمركز تاني بعد بايرن ميونخ بتسع نقط، وكانت بنفيكا بقى معاها 8 نقط. لكن ايه اللي حصل؟ ان بنفيكا قدرت ان هي تتعادل مع برشلونه وتصعد على حسابها للدور الثاني، والاداره قالت ما فيهاش حاجه، وكان تاني او ثالث ماتش تقريبا لتشافي وقدر ان هو يكمل. بس لقينا ان تشافي مستمر في الاخفاقات. بمعنى ايه؟ بمعنى ان الراجل ده وانت بتتفرج على الفرقه تلاقي ان هو بيقدم كوره جميله، بيقدم كوره شامله وكوره هجوميه، ويخليك تحب فعلا انك تتفرج عليه حتى لو مش بتشجع برشلونه. فانت لو قاعد فاضي كده وقدامك مثلا اوبشن او ثلاثه اوبشنز ان انت ثلاث ماتشات مختلفه تتفرج عليهم، تلاقي نفسك لا بميل ان انا اروح لبرشلونه بسبب الكره اللي هم بيقدموها. بس الراجل على مستوى الارقام وعلى مستوى البطولات لا مش بيحقق المرجو منه. بمعنى ان هو بعد اخفاق دوري الابطال ده، وقلنا اول تجربه ليه في الدوريات الاوروبيه ومش عارف ايه والموضوع صعب وكذا وكذا وكذا، والفرقه راح الدوري الاوروبي، لقينا ان هو بيصعد دور ورا التاني من بعد دور ال 32. ولكن كانت في حاجه مهمه. إيه هي بقى الحاجة المهمة؟ إن تشافي كان بيصعد بأداء مش مقنع. يعني أنت أمّا تروح مثلًا تلاعب جالاتا سراي التركي، فتتعادل معاه 0-0 وتكسبه 2-1 بالعافية، لمّا تطلع من أينتراخت فرانكفورت، دي مش فرق من كبار القارة، دي مش فرق بيتحط اسمها جنب اسم برشلونة. برشلونة بتبقى هنا والفرق دي بتبقى تحت كده. فأنت ما ينفعش إن أنت تقارن فرقتين زي دول ببعض. فده برضه بيدل إن الشكل حلو، الشكل في الملعب حلو، ولكن تشافي مش مقدم اللي الجماهير عايزاه. وبناء عليه قررت برشلونه ان هي تعمل ميركاتو قوي جدا 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 الصيف اللي فات ده. قدرت ان هي تحصل فيه على خدمات كل من كريستنسن وماركوس الونسو وكوندي في الدفاع. في خط النص فرانك كيسيه، واحد من اهم لعيبه الارتكاز في العالم. في خط الهجوم قدرت ان هي تحصل على خدمات رافينيا وليفاندوسكي. موسم انتقالات قوي جدا، وبالنسبه لي هو كان اقوى موسم انتقالات لفرقه في الموسم ده. ولكن هل اللعيبه دي آتت بثمورها، أو هل اللعيبة دي عملت اللي كان مطلوب أو اللي كان متوقع؟ هاقول لك فيه وفيه. يعني واحد زي ليفاندوسكي بياكل الأخضر واليابس وبيعِس في الأرض فسادًا في كل فرق الدوري الأسباني. ما فيش ماتش ليفاندوسكي ما بيسجلش فيه. ما زال بيختفي قدام الكبار والكلام اللي كان بيطلع عليه ده، ولكن الراجل عامل اللي عليه وزيادة ومحلل الصفقة. واحد زي رافينيا إلى حدٍ ما كويس، فرانك كيسيه كويس، الصفقات بتعمل أداء كويس، ماركوس ألونسو كويس، غير هيكتور بيرلين اللي خدوه إعارة من ريال بيتيس. كل دي صفقات جديدة. ليه يا عم تشافي ما بتكسبش؟ ليه يا عم تشافي بتطلع من دوري أبطال أوروبا؟ ليه مش بتحقق المرجو منك؟ أول حاجة، فكر تشافي بيتقسم نوعين. فكر مفتوح وحلو جدا جدا بالنسبة للحالة الهجومية، وعقم تام بالنسبة للحلول الدفاعية. بمعنى ان واحد زي تشافي انا شايف من وجهة نظري ان هو مرن جدا تكتيكيا بالنسبة للحالات الهجومية. ممكن تلاقي ان هو بيغير الثلاثة اللي قدام في ماتش وينزل الماتش اللي بعده بثلاثة كمان، يعمل توليفات جديدة، يطلب حاجات جديدة، يعمل أفكار جديدة بالنسبة للحالة الهجومية. لكن الحالة الدفاعية فعلا الراجل ده دماغه ملط في الدفاع. الراجل ده فعلا دفاعه سيء جدا، لان انت جبت اسماء كويسه. انت عندك واحد زي اراخو، واحد من احسن المدافعين الصاعدين في العالم، جنبه واحد زي كوندي، وعندك كريستنسن،
وعندك بيكيه اللي كان هيعتزل، وعندك إيريك جارسيا، أكيد اللعيبة دي يقدر يطلع منها حاجة أحسن من كده. يا جماعة إحنا بنشوفه إيريك جارسيا في الملعب الواد ده أبيض خالص، الولد ما فيش كورة نهائي، نهائي، بيطلّع حاجات أغبى ما يكون، مش عارف يرجّع الكورة للحارس، فالواد ده أكيد لو اتطوّر يقدر يطلع منه حاجات أحسن من كده، خصوصًا إن أنت جايبه عنده 20 سنة من مانشستر سيتي ولعيب دولي، يعني الولد ليه potential عالي، باقي اللعيبة ليه تشافي مش بيقدر يطلّع من اللعيبة أفضل ما عندها؟ ده بسبب إحنا فاهمينه لإن هو بسبب قلة الخبرة، تشافي ما اتعاملش قبل كده مع لعيبة كبار، ما اتعاملش قبل كده في الضغط بتاع أوروبا، ولكن برضه سؤال الحلقة، هل تشافي فعلًا مناسب لبرشلونة؟ من وجهة نظري لأ، وأنا شايف إن تشافي كان المفروض إن هو يمشي ويجيب مدرب الCV بتاعه تقيل، بيعرف يتعامل مع اللعيبة، بيعرف إن هو يعيش في وضع النادي الحالي المادي بالذات. ليه بقى؟ لإن أنت دلوقتي النادي عمل رفاهيات وباع حقوق البث وباع، 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 وأنقذ لك موسم الانتقالات ده، على أمل إن هو يوصل لدور متقدم في دوري أبطال أوروبا، على أمل إن هو يقدر يفوز بالكاس الأسباني أو بالدوري الأسباني، لإن كل البطولات دي يا جماعة زي ما إحنا عارفين بتضخ فلوس، يعني أنت عندك دوري أبطال أوروبا كل فريق من الفرق اللي صعدت لدور ال16 خدت 9.6 جنيه استرليني، ده مبلغ هيساعد برشلونة ماديًا، فتشافي ما بيقدرش إن هو بيصعد. في الدوري الأوروبي أنا باقول لك أهو من دلوقتي تشافي مش هياخد الدوري الأوروبي، حتى لو قابل فرق صغيرة أو قابل فرق كبيرة، تشافي هيطلع من الدوري الأوروبي، تشافي عنده مشكلة في مراحل خروج المغلوب، ده اللي أنا ممكن أقوله في النقطة دي، تشافي مشكلته كبيرة جدًا في مراحل خروج المغلوب، غير كده إن من ساعة ما استلم الفريق أهو بقى له سنة، أنا مش شايف تحسُّن، أنا شايف تحسُّن في طريقة اللعب، شايف تحسُّن في الهجوم، لكن ككُل أنا مش شايف تحسُّن، هو دلوقتي خرج من دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات لتاني مرّة على التوالي، ودلوقتي بيقع في المركز التاني في الدوري الأسباني خلف ريال مدريد بنقطة، وكل ده يعني أنت أمّا تقول مثلًا أنا جِبت مدرب ودلوقتي ماسك برشلونة أو مدرب ماسك فرقة معيّنة والفرقة دي في المركز التاني يقول لك ده مدرب كويس، بس دي برشلونة، بس أنت عملت ميركاتو صعب جدًا، أنت ضغطت على النادي إن هم يجيبوا لك فلوس عشان أنت عايز تتعاقد مع ناس معيّنة، فلازم تبقى أنت قد الكلام اللي أنت قُلته، فأنا من وجهة نظري لأ، في الوقت الحالي تشافي مش مناسب لمشروع برشلونة، هم بيلعبوا على حتّة الجماهير، النادي ما فيهوش فلوس أصلًا إن هو يكسر عقد تشافي ويمشّيه والكلام ده كلّه، يا جماعة الناس اللي بتطلع يعني بيتكلّموا الصحفيين على الجهاز المساعد لتشافي في برشلونة، الناس دي كلّها أول مرّة تدرّب، أول مرّة تدرّب فريق درجة أولى، مش هاقول لك مثلًا فرقة كبيرة كانت بتدرّب مثلًا واتفورد والّا برينتفورد والّا الكلام ده كلّه، لأ، الناس دي والمدربين دي أول مرّة يدرّبوا فريق درجة أولى في العالم كلّه، يعني الناس دي تعبانة، لا تليق باسم نادي زي نادي برشلونة. برضه زي ما بنقول كل مرّة الكورة مش كل حاجة فيها طريقة اللعب والfree style وإن أنا باعمل وإن أنا بازنق الفرقة والاستحواذ وكل الكلام ده. لو هنيجي نقارنه أرقام تشافي، فتشافي لعب مع برشلونة 54 مباراة، فاز في 32 منهم واتهزم في 11 وتعادل في 11. هي إحصائية مش هاقول لك ضعيفة جدًا ولا هاقول لك قوية جدًا، هي حاجة في المتوسط وده مش أسلوب فريق برشلونة. طب لو هنيجي مثلًا نحسبهم على هيئة نقط، يعني مثلًا لو كانوا ال54 مباراة دول في الدوري أو في مجموعات دوري الأبطال، تشافي هيبقى حقق كام نقطة من كام؟ لو جيت تحسبهم كده هتلاقي إن هو هيبقى حقق 107 نقطة من 162 نقطة ممكنة للتحقيق، يعني بنسبة 66%. هي النسبة مش أقل حاجة في الدنيا، ولكن أنا عندي رأي لا تليق بفريق زي فريق برشلونة. بس كده ده اللي كان عندنا الحلقة دي في الكلام، سواء الحبة الصغيرين اللي اتكلمنا فيهم عن بيكيه أو كلامنا عن تشافي مع برشلونة. لو أنت بتشجع برشلونة قُل لي رأيك في تشافي في الكومنتات. بس وما تنساش تنزل تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة، وأشوفكم الحلقة الجاية، سلام.